بسبب بنت عمي اتعرفت على شاب غير زوجي، وكان حيوصلني لحبل المشنقة. من مجهولة بتحكي قصتها وبتقول: من لما كنت صغيرة وعندي بنت عمي أنا وياها من جيل بعض، كتير رفقات، حتى أني صرت حبها أكتر من أخواتي. يعني أنا وياها بنفس المدرسة وبنفس الصف، متفقين بكل شيء، رغم أنه بعض الأوقات ببعض المواقف كانوا يقولوا لي أنه بتغار مني. رفقاتي أحيانا، أخواتي، يعني هيك حدا من المعارف. قلنا لا، أنا وياها كتير بنحب بعض. أنا كنت فكر أنه بيقولوا هيك لحتى يوقعوا بيناتنا، لأنه كانوا يشوفونا كتير نحنا متعلقين ببعض، وأنه ما في شيء بفرقنا أبدا. كانت رفيقتي يعني. ما كنت شايفة هذا الشيء أبدا، ما كنت حس أنه في غيرة. كبرنا سوا مع بعض لحد ما أجا يوم وأنا انخطبت. لما أنا انخطبت صارت هي تقلي: والله ما بعرف، ما حاسته بيستاهلك، وأنت بتستاهلي أحسن من هيك. من هذا الحكي تبع لي إنه وقتك هلا وما بعرف شو. أنا قلت لحالي يعني هي بتحبني، إنه بترد لي الخير. أختي تقلي: لا غيرانة منك. أنا قلت لا لا لا، بس هي لأنه ما عم تقدر تتقبل إنه أنا هلا انخطب وانشغل عنها وهيك. كل فترة خطبتي لما أحكي مع خطيبي بدها تحاكيني، تبعت لي مثلا مسجات: إلا يلا بس شوي عم حاكي خطيبي. هي كل الوقت لسه خطيبي وخطيبي. شوفي نحن كيف كنا من زمان، نحن نروح مع بعض ونطلع مع بعض وكل الوقت نقضي مع بعض. إمتى ما أبعت لك تردي علي، وإمتى ما تبعتي لي رد عليكي. قلت لها: طيب طولي بالك، ليش عصبتي؟ طب أنا خطيبي يعني شو ما أحكي معه؟ قالت لي: ما بعرف، بس أنا كل هاي الخطبة ما حبيتها ومالي حابت لك إياه وهيك. وأنا لحد هون ومالي حاسة إنه هي غيرانة مني أبدا. قول لا، هي بتحبني وبدها يعني إلا بس هيك. يعني ما كنت أخذتها بنية إنه هي غيرة. إجا يوم تزوجت الحمد لله. كانت حياتي كتير مرتاحة. أول فترة مبسوطة معه، هو كان إنسان منيح، يعني ما في خلافات الحمد لله. لساتنا عرسان يعني، لسه ما مثل ما بيقولوا ما شفنا خير بعضنا من شرنا يعني. بعد فترة بلش زوجي يهملني.